لفترة طويلة من حياتي كان نفسي أبقى مثقف، نفسي الناس تشوفني ذكي ونيرد وكده. كان مفهوم المثقف في دماغي هو الشخص اللي بيكون لابس نظارة نظر وبيشرب قهوة كتير ويكون عنده توحد، والحاجة اللي بقت فيها دلوقتي التوحد بس. وعشان كده عارف إن في ناس كتير عندهم نفس الصورة النمطية دي في دماغهم، برضه اللي عايز يبقى مثقف بس مش عارف إزاي. ففي الفيديو ده هوضح إنك إزاي تبقى مثقف في 5 خطوات ونص. اوكي، اولا احنا واخدين موضوع انك تبقى مثقف ده غلط، يعني مفكرين انك كل ما تقرا كتب كل ما تبقى كده مثقف. بس هو بجد الموضوع كده؟ يعني ايه الكلام ده؟ ان ممكن واحد يقرا 3 كتب بس ويطلع بفهم عميق ويتغير فكره عن العالم حواليه، وعلى عكس واحد ممكن يقرا 100 كتاب من غير اي استيعاب. عشان كده الثقافه مش بتتقاس بعدد الكتب، لكن بتتقاس بحاجات تانية. يعني مش مهم قريت كام كتاب، المهم انت فهمت ايه واستوعبت ايه وخرجت بايه بعد ما قريت. يعني كتاب واحد عميق ممكن يغير تفكيرك للابد. فبرضه تطبيق مش فهم، فاهمني؟ يعني لو معلومه ما اتطبقتش، ما غيرتش سلوكك، ما خليتكش اذكى في قراراتك، يبقى دي معلومه محفوظه ملهاش لازمه. ما تاكلش عيش، اصل هتعمل ايه بمعلومه معرفتها مش هتغير فيك حاجه؟ يعني لو قلت لك ان السمكه بتنسى كل 3 ثواني، ها، قول استفدت حاجه؟ هل هتغير تفكيرك في اكل السمك؟ لا اكيد، هي مفيش حاجه هتتغير، هتاكل السمك زي ما كنت بتاكله قبل المعلومه. اكيد بقى دلوقتي عايز تعرف ازاي تبقى مثقف، صح؟ دلوقتي هقول لك ازاي تبقى مثقف في 5 خطوات ونص. المثقف اولا بيقرا كتب، ثانيا بيقرا مقالات، ثالثا بيسمع بودكاستات، رابعا بيتناقش مع ناس اذكى منه، واخيرا بيشوف فيديوهات العميقه اللي هتنزل لسه. مش مصدق ولا ايه؟ ماشي يا عم سهل. ضيف مع اللي قلتهم دول انه بيشوف الفيديوهات المفيده. على فكرة في غلطة بيقع فيها ناس كتير وأنا برضو واقع فيها، وهو المعرفة السطحية عن كل حاجة. يعني بدل ما تركز على تخصص واحد بتركز إنك تعرف معلومات سطحية بس، زي اللي بياكل وش رز بلبن ويسيب الباقي. بص، هي الثقافة مش شهادة بتاخدها، مش مرحلة بتوصل لها، مش لقب بتحطه لنفسك. كده المثقف كل ما بيعرف معلومات أكتر بيحس إنه لسه بدري. المثقف الحقيقي مش بيقول يا جدعان أنا مثقف ونرد أهو بصوا لي، ده التواضع بيكون علامة الفهم. واللي بيقول لك إنه مثقف بيبقى غالبا مش كده. بس كده، سلام.